كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث الرابع عشر، ديتو حديث دور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر يقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب ديل إلجا عمر أن تحت الأسبوع وهو يسير في ركبه إذا سعنتوبا دعوة شولش تغوشن قولشكا بلا تهو شمانقا مثلا سنتوبا طاوش يحلف بأبيه فقال شديتان دويب شورب عمر بن الخطاب: ألا إن الله ينهاكم. يلشنو يليل عليه الصلاة والسلام خزاخز عمر دويبوش. ألا إن الله ينهاكم سمو يلش لقسيلا وش الله نهي لنشم أن تحلفوا بآبائكم شديش ثاني دويبا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شاء دويبو شوغا شا دويبو شولاحا سو دويبا أيلا الله ثانية تبقى العطاء لزما تسوش. رواه البخاري. شرح المفردات: حالفا أي يريد أن يحلف، حالفا دويبا لوش والشو ليصمت ليسكت أو ولا يحلف أصلا. إذن كان دويبا بقى صبوخ الله يسبوش بعد. الشرح الإجمالي للحديث: قد يضطر المتكلم توجو وقمع دشوكا اضطرار خلص تسنية بخدي مخل إلى أن يؤكد قوله ويوثق خبره شادوش تلدوش جاغدر شخمع جاغدر بأنواع المؤكدات جاغدر تجاغدر توستو شمش ثاني شخمع جاغدر ديش خلص. ومنها اليمين تنغ دويبا أردو، فالحلف على شيء يفيد التوكيد المحلوف عليه. تعنوما دويبا أرد هو بيد بو دويبو اشتوشتلوما إذا تجادر عشان دويبو اشتوشتلوما تجادر باقترانه يهوتر ثاني بما يعظم عند السامع والمتكلم. شا دخل اشتوشتلوما خشنا قمال دشوشو استغنى تنسان وحدن. То есть Allah zdujbeća, Allah zdujba tünsila yoqtildela iz waqtiyete tün wazallara تيشق أدم شيء قمع دويتان وصدمه تجابش. وفي هذا الحديث يعلمنا رسول صلى الله عليه وسلم حديثا قديل إيشنو عام ده بما نحلف وحنز دويبا بيز ونؤكد أقوالنا ويدشش حنز ويتجعل بيز إذا أردنا الحلف وين دويبا عليك. ويبين لنا سوى نشبه أن الحلف بالله دويبا الله إنسان خنديزي ولا يجوز الحلف بغير الله وشكيش مزدويبا مكشتغلر، لأن التعظيم وما هنا التعظيم الحقيقي بقدر سعما إسيلا درا في هذا المقام سمعت لا يكون إلا له سبحانه. الله نبن خنشيات دويبو ششي قمع تجاد أسيلا وش، وهو الجدير بالإجلال والإكبار. لقي الله تنبول شوشي سيدا وقوة. فأفاد الحديث حرمة الحلف بكل ما سوى الله. قد حديث وقيد باللوينة الله ووش خدع دولشتول ملفا دولشتول شو منزلوي بار نكش سخلر من نبي أولي بيامر خلز يا أولياء خلز. وأن الواجب تخصيص الحلف بالله، واجب ودو إذا حقا استوردو دوي بار الله سخلر أو باسم من أسماء يا الله ترساني أو صفة من صفاته أو الله صفة تسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم يلشنو أن من حلف بغير الله الله وشكاج دوي بين شو فقد كفر أو أشرك سوى شرك لنا كفر. رواه الترمذي وحسنه. الترمذي سديتينز حسن دوات. فوائد الحديث: حديث بيدنش دحر تحريم الحلف تحريم الحلف بغير الله تعالى. الله وشكاج مزدوي بار حارم فينا كائنا من كان المحلوف به من الولاء شيء زدوي بوشرك، للنهي عن ذلك تناخذنا نهي دولي. وقد وصف بأنه شرك وكفر
تنكوت واتنا إذا شرك كفر الدوال الله واكن دوبا إذا حلفت يمينا أحتعما تشاويتش دوبيتش فيحسن أن تقيدها بالمشيئة ديكتشا دعونا أعزة ألا لا متوتر وداش لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين دويب تشاوين شو تعلم تشاوين شو فقال إن شاء الله لم يحنث سونجا سنتهم دي دوشا تعلم تشاويتش والله هرم دير مداتس هرم دير مدوسة إن شاء الله الله لا متوتع لم يحنث دوي قاربنا كرواتس فتقول عقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله والله أسئهم دي دنيا دير مدو الله لا لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين توما ثاني شفايد يترهم عين شفايد فايد شنهم ناس فايد برها أن يتيسر لك ما حلفت عليه دو حرد كدو حون أهتخلر حنتقى شردو أعدوي بإن دوشتلوم ده أنك لو حنثت أعنقاسا إدو يقاربا فلا كفارة عليك وتع كفارة لرداس إن شاء الله ألا نقاسا اليمين التي توجب الكفارة دويبا أروا كفارة واجب داش دوية هي اليمين بالله على شيء مستقبل إذا أعطيوا شوش زمن قاعد عنهم دويبا أردوز الله ثاني فإذا حلفت على شيء مستقبل نقاسا أعطيوا زمن قاعد عنهم شاوى يا حق فقلت أعالج والله لا أفعل كذا والله أسدي المداس فهنا نقول قزع ويقول إن فعلته أعزداح فعليك الكفارة تعود كفارة الأردون وإن لم تفعله أعزدح فلا كفارة عليك تعود كفارة الأردون أما إن كان الحلف بغير الله نقاسا دويبا أردلع الله وشكيش من فلا أثر لهذه اليمين سوء دون أثر ياتون وهي يمين غير منعقدة إذا شهوت بالدويباتون إذا جالنا يدوي خلش باتون مع الحقوق الإثم بالحال دوي بإنشي نقطة خلوتون دلعشاء الدوية الحكم والتلون لذا كان من فقه الصحابة تندل أصحاب شي فقه خلة لذا كان من فقه الصحابة عدم الحلف بغير الله الله وش كيش مزدوي سبا أبدا عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا الله تاني خارت لشوش الله سدوي بأر أحب إلي دقم ديس من أن أحلف بغيره صادقا قيج الله وش قيج مزدوي بؤش سبق الله أخرجه عبد الرزاق في المصنف وصححه الألباني ووجه ذلك أن الحلف بغير الله شرك الله وش قيج مزدوي بأر شرك ولو كان صادقا بقلش ولا أما الحلف بالله كذبا إن كاذبا خرت لوشة خرت ليرتع دويبا أرسو الله تاني فهو حرام إذا حرم ومعلوم أن الشرك أعظم من فعل الحرام وإن خوشا دو شرك إذا حرم دو شمنا لا دقوا دوي ولو كان من الكبائر يحرم دلوما دقنا خدلع جاء دويبا أرقيج من جيم شرك دلحا دقنا لا دقوا جيم شركا اليمين على شيء ماض لا كفار فيه دعيان يوشوش دعيان زامن قاعد خيل دوشلو ثم تعدوي بارت الكفارة التاتي ولكن إن كان الحالف كاذبا نقع صندوق شغل خارج الشفا وآثم إذا قد يشو وإن كان صادقا فلا شيء عليه نقع صندوق ولا عصم هم دات أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى الله وجه كيش مصدوبة ميكشناس وهو مما اتفق على النهي عنه إذا شيء نهي در برت خلوندوز الله وجه كيش مصدوبة ميكشتغله فما الحلف بغير الله سواء كان نبيا أو وليا أو من كعبة تعبوس دونا دويبا أردلع فيامر سخلاء ولي سخلاء كعبة سخلاء أم قبر فلان يسعين يكشن سفايلا أم أباه يشي ديت أم أمه يشي نينت أم نعمة يسعى نعمة تسا أو أم غيرها يقدر شو منسى فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ضغط لنوع اشتوي بينشو ووقع في شرك شو وزيز بقول صلى الله عليه وسلم يلشن دشتد ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك الله
الله وشكاش مزدوي بين شو كفر دين شرك دين ولأن الحلف فيه تعظيم لمعلوف به عند دوي بقر إذا شاهدوا هما سيل على الرئيس دوي بو اشتغل هما إذا دوي بو اشتغل شاهم إذا سيل على الرئيس فمن حلف بغير الله كائنا من كان الله وشكاش مزدوي بينك مل إذ ولا حق إذ يلا حق فقد جعله شريكا لله عز وجل الله عنده شو نتمس في هذا التعظيم إذا وق ورجع يسيلا ورجع الذي لا يليق إلا به سبحانه وتعالى الله نبن تنبوش وهذا من الشرك الأصغر إذا جم شرك دونه إن كان الحالف إنما أتى به لكونه كلمة تجري على اللسان نجا أحسن جم شرك خلون إذا يدويبو شوك ولا حق يلشتو شو منساني ولم يقم في قلبه تعظيم لمعلوف به تندكتوا حدا دا تعاشى دويبو شلهما إذا سيلاير الله سن بس نيا ما تشكاليش أو عارش لاتور مثلا سينان ور إسا ديل أو عارش لاتور يو أو دو بركتور مثلا نيا ما تشكاليش إيش دوي بقرة إذا جيمشي أما وهو من الشرك الأكبر نجع سنة دوق شرك خيردون إذا إن كان الحالف قصد بحلف تعظيم المخلوق الذي حلف به دوق شرك خيردون نجع سن دويبو شو النية تلع عاش ويلا عش دويبو أرتا شاء دويبو شتولم أدم ما سيلا درا كتعظيم الله تعالى الله سن كما يفعل كثير من المتصوفة تقبلوا صوف الشاء مدري الذين يعرفون بالأولياء يشبه الشيء أولياء أجسان دويبوش والمشايخ شيخ سأيان وأمات بل موجات دين موجات أروم وين وزام غاخس مثلا الله ورتعام الله دعدي الله تجاوش ديشا ها إزدي داس أشت حاجة دعاء هو حاجة دعاء ما إلا يعني إز حاجة ثاني تجاوش إذا مثلا إز خوش تديس الله تجا إذا قباش إيش دوش سن إيش دا شو ثاني وقع ليرشة إذا دوق شيء تأسكي فرنا قاسن يوم ليل دا الله سنت وإذا سيلا وشاء دوي بار تعليل واشتلا يدا حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم أنهم لا يعرفون بهم كاذبين سيرا إيش سيلا برا سيدقن الشواقات قلت أنهم لا يعرفون بهم كاذبين خارج مش دوي سبوهون سار بس أتصل شوفا إن الله ثاني تعلمت عشان خارج مش الله دوي بوتسر أما الشيء أولى شيء مثلا سار ثاني سارة خارج وجهه دوي سبو أتصل شو سيلا مش موت مع أنهم يعرفون بالله وهم كاذبون مش بولشة عن الله دوي مش شش خارج وجهه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة إذا دينشوا الآن وخلق شرك لأن المعروف به عندهم أجل وأعظم وأخوف من الله تعالى هندا الشتاء دويبو اشتغل ما تان جرجع إذا سيلا أقول لقرا اشتاق جو خوير شاء دو الله الله أو مساوي لو يأس الله تاني تانا وش مساس الأفضل أن يفعل الشخص ما حلف عليه أو الأفضل تركه أقول هذا كده استجنا تودوي يعني تعم دي دوال إدار يعدي تردو بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا حلفت على يمين يلشوا بيلقى بين نجع سنة تعم دي دوال جاوينا دوي بين ورأيت غير أتقى لله منها يقدر اشتروا عدوي بين دي داس أهل ثم لا تأخول الله أخيرا تحصلنا ضلاحة أن تكفر عن يمينك حي بين بوشبور دون كفارة وأن تفعل الذي هو أتقى ثم هو لا يعدو اشتروا دي أهل يلشوا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلشوا ألا من حلف على يمين فرأى غير خير منها كان هما أنت عدوي بينا ثم قنق ثم هو لا أخير تعقل يكفر عن يمينك شيء أصدقنا كفارة ورسو وليفعل شديدة الرسول داء الرسول فإذا قال قائل قلت وآج والله لا أكلم أو أزور فلان والله حالي يطمع دي المدات استنزيرت دي المدات من ذوي رحمه شيء جرجر بوش ناخر فإن الأتقى لله أن يكلمه أو يزوره ثم هو لا دق الله جرجر هو لا دق تأخول الله خيرا إذا توتم قمال دردو تنزير دردو لأن هجر المسلم حرام وناج مسلم سنعت سر حرام دو وصلة الرحم واجبة جرجل وتر واجب دو فيكلمه ويكفر عن مين سوى
أمال ديردسو شا بين بوش ودو قاربر نسمع كفارة ندسو من حلف على يمين بملة من حلف على يمين بملة غير الإسلام نجا سنس عم دويبا إسلام دين دوش خيش ومن سان دينس وهو فيها كاذب إخاس تشوش متعمدا شيء لا مع فهو كما قال ثم ألر دوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام إسلام دين دوش خيش ومن دويبا نحا كاذبا وش فهو كما قال ثم إزما ألر دوس وإذا قال الشخص مثلا يبغى كدو أدمو ألج هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا إذا جكتيون نصرانيون هم إيش دلع وكان الأمر على خلاف ما قال سؤال شنا نسا دلع دلعهما فإن قصد اليمين دويبا عالش ونية ثلاثة فحكم حكم اليمين على الصحيح إذا قصنا حكم دويبا حكم بوصل سو من ثاني دويبا لا رعدوي أسقم ثاني إشتم دقون زنا قاسن اشتغل بوش وإن كان كاذب فهو كما قال خرس ولا وما ألر دويزم إذا حلف الإنسان بالله على شيء معتقدا أدمو ونقع سنة إذا حلف الإنسان بالله على شيء الله ثاني سنوان دوي باعثو شيء لا مع أنه كما حلف سودوي ما بأردوي ثم تبين أنه على خلاف اعتقاد سودا بالقل ديلس سن وقتي يشغل سن بجديني ندعو على خلاف وبيهم مشهودي فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه وندع سن قادات سن كفارة تلسليز لأنه حلف على ظنه غير متعمد سوى دوي هون بين شيء الماتش تو ثم تعبي بنسو شيء لا معدوش نروشنا خارج دقديت إلى شيء نروشنا خوشة إيش دوت تسأل تويست ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم إيش ومقلد مقدنا الرجل الذي قال استقوى آلشينا والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا والله أوت مدينة تاعها لابتين إذا مات جوز لابتا تايو عاج توش خوش تو مات جوكس أوت شن مات جوكا حتى شلا قيس موات هذول بنفسهم دو أرديت الحديث الوعديس تو مرحبا تعال عشان تبي على الصلاة والسلام اشتغلك الله شيء من الإنسان مرزو يتشاء عشان قائل عليه الصلاة والسلام حوجة إز كفارة بيلقى بنخلي على طول بتروات شبوت مارنش قابل بقول بات أخشي ساستجن هم يلنسخو شوي واتش يا سولاتشا سلطة تعرفينك شير بوس يفينك شير إشتاغ إن هو عشان على اللقطة يا رسول الله والله مدينة تاعها أشابين قالين أزمتك عشاء ومتك وستويق عشاء قيس تجمعات تجا إرجع عليه الصلاة والسلام ولا هاي دوزلن يا إيه إشتاق اللقطة متفق عليه ويقصد لابت المدينة واللابي الحرة يوم وهي أرض ذات حجارة سود عارج توشتون مع أن هذا الرجل حلف على غالب ظني استجنى شيء دفع على مؤتد عبدوي بينته هناك خلي الشوش مو تون مسك تون مشر مسوس تكشل مسكول مثلا شيء مسكول ده لا شيء اشتوت دوانا شيء سن مسك تعهر واحد مجدوي بينته ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إيش نوسينجا آخر تدوي بينته وينا أحد سعدين دوش طالما أنا كفر التلبية على إلزام سينية النار قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق ديق الغليء تنديل سديلو موعد تندا شديد تعذيب مؤسن ولوكس أفلح وأبيه إن صدق بقلينا كما ورد في صحيح مسلم ليس حلف إذا دويبات أتشابك إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامه إذا عربوا الشيء عادة خلو إدشن الشاشة قمع لقدارا غير قاصدة بها حقيقة حلف دويبا أرى لوش دوش دويبا لوش قل داس دشنش
والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة حلف دوي بأرى لوش كان كف النهي حانت دي أن دوي بأرى لوش إيش نشأل شتنا نهي دي لما فيه من إعزام المعروف به ومضاهاة به الله سبحانه وتعالى هذا دوي بأرى هما دوي بأرى هم ليتشا هم سيلا يربونا بس هم سيلا دشرجا أها دوي بوشتوش هم سيلا داعز الله تانتر داعز وقيل قيل دو ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن حلف بغير دوي أرتاني نهي دلي خل مجأة لتعقيل دو بوخ أصحقه وأفلع وأبيه بوش والله تعالى أعلم.